السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. النهارده ان شاء الله هعمل بقى معاكم طريقه جديده كده لعمل الفطير المشلتت الفلاحي اللي طعمه تحفه وطري كده ومقرمش، حاجه بسيطه من بره، بجد خطير جدا، هيعجبك والله ان شاء الله. ما شاء الله كده شكله لوحده حكايه. عملت 3 فطاير من كيلو دقيق، وسط يعني، مش اللي هم كبار قوي، لكن حجمهم متوسط كده، مميزين جدا ما شاء الله. بصوا طري جدا ومورق وتحفة. والطعم كمان هقولك بقى ظبطة السكر والملح علشان الطعم يعني طعمه يبقى حلو. بس اهم حاجة ما تنسينيش في اللايك والاشتراك، ونسمي بالله ونشوف الطريقة. معايا بقى كيلو دقيق، انا بستخدم دقيق حبوبة. عندك اي نوع تاني مفيش مشكلة، انا عايزة بس الدقيق بتاعي يبقى ليه عرق، ما بنخلهوش ولا اي حاجة. بجيب كده كيلو دقيق وبحط عليه معلقتين كبار من السكر الحبيبات العادي، ونص معلقة كبيرة من الملح. وبقلب بقى كل المكونات الجافة دي مع بعض، وببدأ ان انا انزل المية بتاعتي. المية بتاعتي يفضل ان هي تبقى دافية شوية، علشان لما تيجي تعجنيها تبقى الملمس بتاعها ناعم كده وتساعدك على طول، هتريح معاكي على طول. حطيت 2.5 كوباية، انا استخدمت 3 كوبايات. بس انتي نزلي 2.5 كوباية الاول، وبعد كده لمي الدقيق بتاعك ولمي العجينة بتاعتك، وشوفي لو عايزة مية هتنزليها تدريجيا، علشان الدقيق بتاعك ما يبقاش طري زيادة عن اللزوم. طيب لو انت بقى في حالة ان انت حطيتي مية كتير وجه طري او ملزق، هتنزلي حبة دقيق، يعني شوية دقيق، معلقتين 3 كده، لحد ما ما يتمسك ويبقى كده. بس اهم حاجة ان انت تعجني جامد جدا في عجينة الفطير لحد ما تبقى ملمسها ناعم. لو لقيتيها شدت معاكي كده ومش عارفة تبقى ناعمة كده، سيبيها 10 دقايق او 5 دقايق في قلب الطبق، وارجعي اعجنيها تاني، هتلاقيها اتعجنت معاكي وبقت عاملة زي الملبن كده وطرية، وملمسها ناعم جدا معاكي. خلاص عجنا، ما بنستخدمش لا زيت ولا زبدة ولا اي حاجة لحد دلوقتي. بغطيها بس كده بكيس او بفوطة لمدة 10 دقايق، ربع ساعة، اللي هي تريح معاكي نص ساعة كمان، اللي هي تبقى تغرزي ايديكي كده تبقى ناعمة. كل ده بيساعد الفطير ان انت لما بتيجي تعمليه يتفرد معاكي ويبقى مورق وطعمه حلو. بقسمهم بقى، انا هعمل 3 فطاير، هقسمهم ل9 كور. مش لازم بالتساوي قوي، اهم حاجة بس يبقوا حجمهم قريبين من بعض، عشان هستخدم لكل فطيرة 3 كور. لقيت بس المكان ملزق، هروح حاطة كده رشة من الزيت او رشة من الزبدة عادي، بس انا رشيت رشة من الزيت كده علشان ما يلزقوش تحتيه. وهكورهم كده ال9 كور. واهم حاجة بعد ما بكورهم لازم اغطيهم، علشان وشهم ما ينشفش معاكي. لو انت سبتيهم كده من غير ما تغطيهم، هتلاقي الوش بقى ناشف كده ومش هيبقى شكله حلو في الفطير. بصوا العجينة ما شاء الله لما ارتاحت عامل ازاي، ناعمة جدا وملمسها جميل. العجينة بتاعتي مش ملزقة قوي وبرده مش متماسكة قوي، يعني لينة كده في ايديك. بعد بقى ما كورتهم كده، بجيب الطبق بتاعي او الصينيه بتاعتي، ببدا ان انا انزل فيه الزبده. الزبده دي انا معايا حوالي 300 جرام من الزبده، على معلقتين كده بساط من الزيت. بسيحهم شويه، وبروح حاطه كميه حلوه كده في قلب الطبق. وعايزه بقى يعني احط كل الكور بتاعتي ديت، بس اهم حاجه عشان ما تلزقش في قلب بعض وتلزق في قلب بعض، لازم اتاكد ان كل كره شاربه من الزبده بتاعتها. طب ايه لازمتها الحركه دي؟ انت لو جربتيها هتعرفي. حركة يعني الحركة دي لازمتها بتفرق جامد جدا 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 في الفرد. ما بتعوزيش تفردي، يعني انت مجرد ما تحطيها كده على الصينية او على الرخامة، هتلاقيها اتفردت جدا. وكمان مش هتعوزي ان انت تحطي زبدة، لا، هو خلاص هي الكمية دي هي اللي بتستخدميها. فكل كورة بتبقى شاربة من الزبدة بقى، وبتبقى لينة معاكي جدا. بجد الحركة دي تحفة، بتخلي حتى الفطير ريحته حلوة وطعمه حلو، بتبقى متأكدة ان كل رق في الفطير شارب كده من الزبدة. بكورهم، بس اهم حاجه زي ما قلت لك من فوق وتحت كده، عشان ابقى متاكده ان كلها شاربه من الزبده. وهم ال 300 جرام بروح حطاهم كده كلهم. بسيبهم بقى كده حوالي ربع ساعه، ما يزيدش عن ربع ساعه، اللي هي بس ترتاح وتشرب من الزبده.
بعد كده بقى بروح جايبه كوره. اول كوره انا زي ما قلت لكم بس هستخدم للفطيره الواحده 3 كور. بصوا بقى بتتفرد بكل سهوله، ما شاء الله سهله. بتحطي ايديكي بس من تحتيها كده وتروحي شد. يعني هنا انا جايبها لكم بطيئه كمان. بصوا ما شاء الله، ما بتحتاجيش بقى ان انت تقعدي تفردي وتمطي وكل الكلام ده. وبرده هي شاربه زبده، انا لسه لحد دلوقتي ما حطيتش اي حاجه، حتى باخد من الزبده من الطبق اللي انا حاطه فيه الكور. بس كده خلاص. يعني هنا انا مش مسرعه، بصوا ما خدتش وقت خالص. لو لقيتيها اتقطعت منك ولا حاجه مفيش اي مشكله، كملي ومش هتفرق. بس اهم حاجه ان هي تتفرد كويس معاكي. وفي كل راق كده بحط رشه من الزبده اللي هي حطاها في الطبق. عملت هنا 2 علشان ما اطولش عليكم في الفيديو. يعني فردت كورتين، كل كوره لوحدها. باجي بقى للكوره التالتة بفردها برضو من نفس الطريقه دي. بدخل ايديا من جوه وبسحب، بدخل ايديا من جوه وتسحبي، هتلاقيها اتفردت جدا. بصوا ما شاء الله ما تعبتش فيها بسبب ان انا ريحتها شويه في الزبده. بحط بس الزبده في الاطراف اللي انا بفردها كده علشان ابقى متاكده ان كله فيه زبده. كده خلاص فردتها. هبدا بقى ان انا اجيب الاتنين اللي انا عملتهم الاول. انا عملت فطيرتين فردتهم بنفس الطريقه، بروح فرداهم تاني. كده عندي الاتنين ودي التالتة. بروح مقفله عليهم بقى بعد ما برش حبه من الزبده كده. بقفل عليهم كده، شايفين لحد اخرها، ما بسحبش. يعني ما باخدش المستطيل ده معايا، لا بصوا لحد على طرفها كده. واروح تانية كل الاطراف برضو من بالطول كده ومن الناحيه التانية. بجيب بقى الصينيه بتاعتي وبروح حاطه فيها معلقه كده من الزبده. برضو والله من ضمن برضو من الطبق بجيب كده 7. بلفها، بصوا بلفها بالطريقه دي ممتازه جدا، سهله جدا. بعملها 3 سبعات كده، وفي الرابعه بروح لفها. بحطها كده في قلب الصينيه لمده ربع ساعه تريح علشان تتفرد معاكي. هتيجي بقى تلاقيها اتفردت معاكي بكل سهوله في قلب الصينيه. بجيب معلقه كده من الزبده على وشها او حبه من الزبده كده، وبروح فرده الفطيره بتاعتي. مش لازم تفرديها بحجم الصينيه لو الصينيه كبيره، علشان ما تبقاش رقيقه معاكي. انا عايزاها تبقى وسط، يعني ولا تخينه ولا رفيعه. دي جت مقاس الصينيه عشان الصينيه اصغر شويه. بروح بقى مدخلاهم الفرن بتاعي. بصوا بقى الجمال والحلاوه، ما شاء الله بجد تحفه. طري كده، اهم حاجه بقى عايزاه يبقى طري وحلو. آه اول ما يخرج تروحي مغطياه فورا على طول، غطيه على طول. بغطيه بغطا او بكيس. انا ما بحبش اغطيه بكيس عشان بلاستيك برضو والسخونه وكده. بغطيه بصينيه كده، بكبسه عليه صينيه فوقيه واقفله عليها حوالي ربع ساعه او 10 دقايق. هتلاقيه بقى طري كده وجميل تحفه ما شاء الله. بصوا، عايز بقى حبه عسل مع حبه جبنه كده قديمه، هيبقى خطير. اتمنى ان انتوا تجربوه بالطريقه دي، سهله جدا مش هتاخد معاكم وقت خالص. الفرن والتسويه بتاعته بيعوز اهم حاجه الفطير يخش على فرن سخن قبل ما تدخليه. وتحطيه في الرف الاخراني خالص اللي قريب من النار. ومجرد ما يحمر تروحي مشغله على الشوايه. مع السلامه.